نقطة مهمة جدا يمكن ما تطرقنا لها، وهي أني أنا زرت اليمن وزرت فلسطين وزرت كثير من الأوطان بين فلسطين وبين اليمن. وصلت لقناعة أنه اليمني يعشق فلسطين بصورة توازي عشق الفلسطيني لأرضه. قناعة تامة بالنسبة لي، عشق غير عادي للقضية الفلسطينية. كل المناطق التي زرناها ندر أن نجد يعني منزل، ما في منزل ما يخلو من علم فلسطين. يعني ما كان عندنا حلقة عن هذا الأمر، من شدة ما إحنا زرنا وجات مواقف طلعت حلقة كاملة اسمها هنا فلسطين هنا اليمن، حلقة تقريبا 9 للبرنامج. ما شاء الله. نعم. الأطفال تصلي الفجر، بعد صلاة الفجر في محاضرة، وبعض المساجد في محاضرة طفل هو يتكلم عن فلسطين. تطلع صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر محاضرة. هذا الكلام فين؟ عن غزة في كل محافظات اليمن، أغلب المحافظات اللي زرناها، حتى معسكرات ومخيمات النازحين أيضا صلاة الفجر بعدها الحديث فلسطين. هم نازحين يذكروا نفسهم بقضية فلسطين. ووالله بعض المناطق رحنا رفضوا التصوير، قالوا تروحوا تصوروا في غزة. الله المستعان. تروحوا تصوروا في غزة، ما تصوروا حاجتنا، احنا ما عندنا معانا، لا تصوروا في غزة، هم أهل الحوجة. شوف ناس يعيشوا معانا لكن يستشعروا هذه النفس الإنسانية الأبية اللي تستشعر بقوتها وتنتقل من محيط ذاتها وحب ذاتها إلى حب الآخرين وتكافل الآخرين والجسد الواحد في الدين. هذه متجسدة. مادة الأخلاق، ما هي مادة الأخلاق؟ تعلمناها في كل ربوع اليمن التي زرناها. تعلمنا كيف هذا الشعب دفن شهدائه، ومن دفن شهدائه تعلم كيف يستنبت الدم فينبت له الحرية، ومن دفن شهدائه تعلم كيف يزرع الدمع فينبت له العزم، وتعلم كيف يستثمر الحزن فيثمر له الفرح ويثمر له المجد. وهذا حال تعز وحال كل ربوع اليمن. شعب قد تحولت فيه الحكومات وتبدلت فيه الحكومات، ولكننا وجدناه تحت أعظم حكومة، وهي الحكومة الأخلاقية للشعب اليمني. هذه الحكومة الثابتة والحكومة الباقية لهذا الشعب العظيم. أما ما يخص وقفة شعب اليمن مع فلسطين، فإنني طفت بلدان العالم والأوطان العربية ما وجدت ثباتا على الأخلاق لقضية فلسطين كما وجدت هنا في أرض اليمن. طفنا من حيث إلى المخا، إلى عدن، إلى الخوخة، إلى تعز، إلى صبر، ولكنني والله كأني أتنقل بين مخيمات جباليا، بين بيت حانون وبين مخيم الشاطئ وبين المخيمات الفلسطينية، وفي كل شارع والله كأنني بين شوارع غزة لا شوارع اليمن. ولما لا تنصر اليمن فلسطين وهي أول من نصرت أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى استبشر وقال: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يابانية. أشرف الخلق استبشر بشعب اليمن، ووقفات شعب اليمن وقفات تاريخية. ويكفي أن في غزة وجدت أكبر معمر وأكبر مرابط بلغ أكثر من 100 عام، هو يمني الأصل، ذهب قبل سنوات طويلة إلى أرض فلسطين لكي يقدس حجته مع 50 يمنيا، فحاربوا لما وجدوا الحرب ولما وجدوا العنوان، فحاربوا ودفنوا. وأحسب أن دماءهم الطاهرة التي دفنت في القدس، 50 يمني الذين دفنوا في القدس، تمددت دماءهم من أرض فلسطين إلى أرض اليمن، فأنبتت هذا الجيل وهذا الشعب العظيم الناصر لوطنه، وطن فلسطين. ختاما تحية لكم ولهذا الشعب العظيم، ودمتم وطنا جميلا لكل الأوطان العربية والشعوب العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.